سنة ورا سنة كلنا بنسأل نفسنا نفس السؤال، أنا ليه بصحى تعبان؟ سؤال كده تحس إن هو بسيط، بس لما نيجي نحلله مش هيبقى بسيط خالص، ويبقى فيه أسباب كتيرة إحنا ليه بنصحى تعبانين. يعني بناكل وبنتمرن وبننام كمان، بس بنصحى كل يوم تعبانين أكتر من اليوم اللي قبل، لدرجة إن في بزنس عملاق انخلق بسبب الموضوع ده. الناس وهي بتعمل حملات الماركتينج بتضحك من كتر ما هي عارفه ان هم هيطبعوا فلوس بمجرد ما المنتج ينزل السوق. لو فكر فيها منتجات المشروبات الطاقه، مشروبات القهوه بانواعها بقى البارد والسخن وبما فيه لبان مثلا بكافيين، ميه بفيتامين، اللي هو اي حاجه فيها كلمه انرجي او طاقه، لان عارفين ان احنا طاقتنا is out of balance. يعني مش طبيعي ان احنا دلوقتي الشخص اللي في عشريناته واللي تحت العشرين كمان يبقى اللي هو شباب، يعني يبقى عندنا ارهاق بدرجة واحد عنده 60 و70 سنة. ده مش طبيعي خالص، دي حاجة احنا بنشوفها الايام دي زي سلام عليكم. فده معناه ان في حاجة كبيرة غلط بتحصل ولازم نشوف هنحلها ازاي. صدقني أنا مريت بنفس التجربة، كان بقالي تقريبا سنتين ما كنتش عارف يعني إيه إحساس الراحة ده، فاقد بوصلته، لغاية ما اكتشفت نفسي من جديد بسبب إن أنا بدأت أفهم ليه الإرهاق ده موجود. يعني تخيل كده واحد بيشتغل ساعات، يعني شغل 24 ساعة تقريبا، سفر على ميتنج، على تحديات الحياة، برضه مواظبة التمرين، وطبعا بتلاحق نفسك بأي حاجة عشان تعرف تماشي النمط وتجاري النمط، وده بيسبب إرهاق ينسيك إيه الحقيقي وإيه الطبيعي بالنسبة للراحة. أنا مش جاي هنا أقول لك في الفيديو ده نام أكتر، مش جاي هنا في الفيديو ده أقول لك ابعد عن شاشة التليفون بالليل. إحنا جايين هنا نشوف أو نبص على الموضوع أعمق من كده بكتير، نبص على النمط اللي إحنا عايشينه اللي بياكل صحتنا مننا وطاقتنا كل يوم بهدوء. يعني تعالوا نتخيل كده اليوم، النمط اللي احنا بنتكلم عليه ده بيبقى ماشي ازاي. اليوم بيبدأ منبه بيرن، بتقوم بتضغط على السنوز عشان تنام اكتر، يعني بتأجل صحيانك وانت مش واخد بالك ان في حاجة مهمة هنا بتحصل. بمجرد ما احنا عملنا الحركة دي بتدربك الدنيا اصلا. الجسم اوريدي عاوز يصحى، حرارتك مرتفعة، كورتيزولك بيرتفع، الجسم بيقول لك يلا نقوم، وحضرتك بتنيمه تاني، بتخمده. فهل انت متوقع ان مفيش علامات فيزيولوجية او كيميائية بتحصل جوه الجسم بسبب اللي بنعمله؟ عشان كده حتى لو نمت ساعة او ساعة ونص تصحى حاسس ان انت مخبوط بقطر، لان الجسم نفسه كان مستعد يصحى واحنا بنديله العكس. بعد كده الشخص يصحى بقى اخيرا. لما يصحى طبعا مش هتكلم على توقيت الصحيان، لان الناس عامة بتنام متأخر وتصحى متأخر، ولكن بعد ما بنصحى بنبدأ نمسك الموبايل، هنبص في الموبايل وناخد الدوبامين اللي بيجي من الموبايل، سواء بقى أخبار حلوة أو أخبار وحشة، حاجة تعكنن على الشخص أو حاجة تعمل له ستريس على حسب حياته عاملة إزاي. دي كلها بناخدها، بناخد إضاءة التليفون بدل ما ناخد الإضاءة اللي بره، وعما ربنا يفرجها الشخص بيطلع ويقوم داخل المطبخ عشان الروتين الخرافي اللي احنا كلنا لازم نعيشه، اللي هو كوباية القهوة، لأن من غيرها الشخص ما بيصحاش. معناها إيه؟ معناها ان تلاقي الواحد بيقول لك انا من غير كوبايه القهوه دي مش مركز، مش معاك، متعصب، دماغي مطبقه. ليه؟ لان الحاجه اللي احنا مش واخدين بالنا منها ان عندنا التعب لسه زياده، وهنتكلم على ده ليه. جسمنا بيقول لنا النوم اللي احنا نمناه ده مش كفايه. فيجي وقت القهوه مع اول رشفه طبعا بتلاقي الواحد ايه، اكن خد كوكايين وجسمه رجع تاني طبيعي وعقله رجع تاني طبيعي. وده عادي، لان الكافيين بيعالج حاجه معينه، مش الطاقه، مش بيديك طاقه، هو بيبعد عننا احساس التعب والارهاق، لانه بيمنع الادينوزين من ان هو ينتشر او يدي علامات في الجسم ان الشخص مرهق، فبتحس بطاقه، فبتشتاق للاحساس ده، لان ده الاحساس اللي المفروض نكون حاسين اساسا، بس فيزيولوجيا وكيميائيا في الجسم ده مش الحقيقي اللي بيحصل. وبعدين الشخص بقى بيبقى قايم، فانت طبعا لو عامل سنوز معناها انت هتتاخر اكيد، يعني مش محتاجه تفكير كتير. فاللي متاخر ده عاوز ياكل اي حاجه سريعه، اكيد هيكون جعان لان الهرمونات اصلا ضاربه، واللي ما بينامش كويس بقى جعان. اللي نفترض ان الشخص جعان ممكن ياخد كرواسون، ممكن ياخد دونات، ممكن ياخد اي حاجه سريعه اللي هو ايه يسد بيها الجوع، بحيث ان هو لازم يلحق ولازم يجري ولازم يروح مدرسه او الجامعه او الشغل. اول بقى عما اصلا ما الشخص وهو في الطريق، خلي بالك بقى من التحديات اللي الشخص هيشوفها، من عفرطه الطريق نفسه، لان الجسم نفسه مش على بعضه، فالقرارات والتفكير هيبقى متشقلب. يوصل الشخص عما الساعه تيجي 12 يكون حس بارهاق تاني، لان الكافيين بدا يقل، او والانسولين اللي ارتفع بسبب السكريات بدا ينزل، فجالك كراش، فتبقى عاوز تاكل تاني، فتاكل
اي حاجه وتاخد كافيين تاني وتعيد الدوره من جديد، الكورتيزول تاني يرتفع، الانسولين يرتفع، ونستنى الاثنين يهبطوا فجاه بسبب الحاجات اللي احنا خدناها، وبالتالي يجي على ميعاد الغداء يبقى خلاص هتبقى جعان ان انت واقع بسبب الكراش اللي جات لك بسبب الاكل الغلط اللي فطرنا بيه، وبسبب الكافيين بدا ينزل، فيبدا الشخص ياخد كافيين تاني وياخد وجبه سريعه بقى سواء كانت تقيله او لا، هيبدا يتقل، اليوم هيهدى، فتبص تلاقي الانتاجيه طبعا مش عاوز اقول لكم خرافيه خلال اليوم ده لاي شخص بيعيش حياته كده، وبعدين عما يرجع بالليل لان هو متاخر بالطبيعه ولان طاقته مش موجوده يفتح اللابتوب تكون اصلا الدنيا بدات تليل ولسه هيبدا يخلص الشغل، فاضاءه اللابتوب تخش تاني تصحي المخ تقتل الميلاتونين اللي المفروض يهديك بالليل، ويبدا بقى الشخص هيجوع تاني او حاسس ان هو تعبان ولازم يخلص اللي وراه، ياخد كافيين يرفع الكورتيزول من جديد، ينزل الميلاتونين، يبهدل الدنيا زي ما احنا شايفين، ويمنع الادينوسين اللي هو اللي بيدي اشاره للجسم ان انا لازم انام. ده زي السويتش اللي بيقول للجسم فضي الفضلات اللي جواك عشان الشخص ده لازم يتشافى يتعالج من الحاجات اللي موجوده في جسمه وكل الحاجات العمليات الكيميائيه اللي حصلت والبيولوجيه اللي حصلت جوه الجسم، الفضلات دي لازم تخرج، فالادينوزين بيساعد على ده كيميائيا ان هو يشيل الحاجات. طيب دلوقتي احنا بقينا بالليل وشخص اكل وجبه جديده، يعني اكل وجبه كمان، ده هيتقلك، ده هيخلي جسمك محتاج يهضم، ده هيخلي فيه حاجات كتير تانية تحصل تمنع وقت النوم. ودي المشكله اللي احنا دايما بنرجع لها، ان وقت النوم ما بيبقاش فيه ترانزيشن من ما بين النهار والليل زي ما ربنا خلق النهار والليل. وعلى اخر اليوم ممكن يكون شخص اصلا ما اتحركش، ما ارهقش نفسه، ما استعملش جسمه عشان يطلع الطاقه اللي فيه، فطبعا الدنيا ملخبطه، ويجي ميعاد النوم الجسم صاحي والمخ متشقلب وتبدا تاني يوم بتعب اليوم اللي احنا كنا فيه بسبب النمط الخاطئ اللي احنا عايشين بيه. وللاسف في ناس كتير فاكره ان ده الطبيعي وده اليوم العادي، يعني لما نيجي نبص على الموضوع هتلاقيه ابدا مش عادي، هتلاقي ان احنا ماشيين ضد الفطرة تماما، ان الجسم وقت ما يحب ينام بنصحيه، وقت ما يحب يصحى بننيمه. والمشكلة في كل اللي احنا بنتكلم عليه ده ان النمط ده، وانا مش بتكلم عن النمط يعني السرعه اللي في اليوم او طريقه ان الشخص عاوز يبقى برودكتيف، لا انا بتكلم ان النمط ده للاسف بيبعد احساسنا بان احنا نحس بالمتعه بتاع اليوم، بان احنا نبقى مركزين في اللي احنا بنعمله، في ان احنا نبقى برودكتيف، ان احنا نبقى افكتيف عامه في اي حاجه احنا بنعملها، لان مشغولين بالسيجنالز والعلامات اللي بتيجي من الجسم بتاعنا بسبب الحاجات اللي احنا بناخدها، واللي هي في الاخر بنقعد نحاول نعادلها في اوقات خاطئه. في وقت لكل حاجه، وقت الصحيان ده للنشاط، وقت الليل ده للهدوء، فما ينفعش ان انا اعكس دول، لان مهما حاولت اعمل انا بحط جسمي في حاله لخبطه، معناها ان انا مش هبقى في الاوبتيمم بيرفورمانس بتاع الجسم بتاعي سواء عقليا او جسديا. فالسؤال الحقيقي هو ازاي نعيد طاقتنا طبيعيا، ازاي ان احنا نصلح من الطاقة بتاعتنا بالطريقة والاسلوب الصحيح. ببساطة اللي احنا عايشينه عبارة عن، يعني مثلا ممكن نتخيلها اغنية فيها نغمات كتير، لازم النغمات دي تركب على بعض عشان يكون في هارموني او سيمفوني زي ما احنا بنقول. طب ازاي الحاجة تتناغم مع بعض؟ لازم نمشي زي ما هي ماشية. يعني الحل لمشاكلنا مش ان احنا ننام زيادة، الحل هو ازاي ننام. الحل لمشاكلنا مش ان احنا ناكل اكتر واقل دايما، بس مش ده الحل، لا احنا ازاي ناكل وامتى ناكل، لان كل حاجه بنعملها هي اشاره وهي قرارات صغيره بناخدها بتاثر على برمجه الجسم على المدى البعيد او على مدى الحياه بتاعتنا. فكر في اي عربيه انت سايقها او اي حاجه، لازم تعملها باسلوب معين عشان اللونجيفيتي بتاعها، عشان العربيه تقعد معاك وتعيش معاك، لان انت استثمرت في العربيه مش عاوز تخسر فيها. نفس الحاجه جسمك، ولكن عشان انت حاسس ان انت ما دفعتش فلوس فيه فبتعامله باي حاجه وبتاكل اي حاجه وبتنام في اي وقت وبتصحى في اي وقت. ده مش طبيعي، ده مش طبيعي ابدا، لان في ناس فاكره ان ده الطبيعي. ده ما ينفعش، لازم يكون في وقت للنوم، وقت للشغل، وقت للاكل، وقت للتمرين، وقت لكل حاجه. لازم حياتك تكون منظمه بطريقه شبه ما 80% منها ما بيتغيرش، عشان نضمن ان العمليات الفسيولوجيه اللي بتحصل والكيميائيه اللي بتحصل جوه الجسم تحصل في الاوقات الصحيحه، عشان جسمك يفضل صحي وما يوديناش لامراض مزمنه وما يخليكش تاخد قرارات خاطئه، لان كل حاجه بنعملها بتاثر علينا شئنا ام ابينا. اي حاجه بنتفرج عليها، اي حاجه بنسمع لها، اي حاجه بناكلها، اي حاجه بنعملها، كل ده عائد علينا بحاجات احنا يمكن ما نكونش مدركين ان هي بتاخدنا في طريق مش عاوزين نروح.
يعني لو واحد مش مركز في النوم، انت دي من اهم الحاجه، لان النوم ده اللي بيحصل فيه الشفاء، النوم ده اللي مخك بيكرس فيه افكار، النوم ده اللي مخك او جسمك بيطرد الحاجات المضره من الجسم، والنوم ده برضو اللي بيغذي روحك. فما ينفعش النوم الوقت اللي انت ترتاح فيه ما يكونش فعلا وقت للراحه، ووقت لان الجسم يجدد الخلايا، وقت ان الجسم يطرد الفيروسات والامراض والحاجات دي كلها. ابدا ما ينفعش. فكل ده لازم نخلص منه، لازم نعمل زوم اوت، لازم نتخيل الحياه اللي الجسم مخلوق عشانها. ايه هي الحياه دي؟ ايه هي طريقه العيشه دي؟ ولما نبدا نبص على اول حاجه، احنا مع النهار نصحى، مع النهار نصحى من اول مره، مع النهار نصحى نبص في الشمس، مع النهار اطلع افتح الستاير، اطلع شم هواء، او اتحرك، اعمل اي حاجه ممكن تفيدك وممكن تفيد جسمك، حركه بسيطه، تمرين خفيف، ايا مكان. احنا كده بدانا يومنا. نستنى ساعه ونص ساعه ما الجسم يعادل الكورتيزول. الكورتيزول كويس بس لازم نسيبه يشتغل في الوقت اللي ربنا خلقه يشتغل فيه. نخلي الكورتيزول يهدى شويه، ناخد اول كوبايه قهوه، او هتاكل حاجه صحيه، مش اي حاجه وخلاص، حاجه تثبت الجسم، دهون، بروتينات، نشويات، حاجات صحيه، يعني فاكهه، على حسب طبعا انت بتعمل ايه. لو شخص ما عندكش اكتيفيتي في اول اليوم، لا خد دهون وبروتين فقط. لو شخص عندك تروح تتمرن، لا روح اتمرن وبعدين تعالى كل، عادي برضو على حسب تمرينك. فاهم حاجه ان احنا نعمل الحاجات الصح في بدايه اليوم، وكل واحد وعلى حسب اهدافه. بس احنا بنشرح ان العلامات الصحيه اللي نديها لجسمنا اول ما نصحى الجسم فيه نشاط، ان احنا نعمل مجهود، ان احنا نستغل طاقتنا، ان احنا ناكل صح، ان احنا ما نوترش الجسم وقت ما هو صاحي عنده نغمه معينه عاوز يلعبها. ليه؟ بتنكد على نفسك. بعد كده رجعت من تمرين او رايح هتاكل اي حاجه، فطار حاجه، غدا حاجه، هيبقى غدا صحي، غدا ما ينيمكش في الشغل او ما ينيمكش في الجامعه، غدا ما يضايقكش في المدرسه، غدا يخليك تعرف تركز. وده لازم يكون مكونات الغدا صحيه عشان نوصل لده، ولازم يكون كميه الاكل اللي بناكلها كافيه ومش كتيره، وما ناكلش اكتر ما احنا محتاجين عشان نوصل للنتيجه دي. بعد كده نبقى عندنا كل الحاجات دي في مكانها، هتلاقي الوقت عندك برضو بقى فيه توفيق، هتلاقي الطاقه فيها توفيق، هتلاقي ان انت بعد ميعاد ما نيجي نوصل في البيت ده هيبقى وقت ان انت تقدر تعمل فيه الروتين بتاعك او بتاعك عشان تسترخوا، عشان تخشوا في فتره النوم، تستعدوا لفتره النوم. مش معناها ان احنا نتكاسل، مش معناها ان احنا مش هنعمل حاجه، لا احنا هنعمل حاجات تقدر تفيدنا، هنذاكر زياده، هنتعلم حاجه زياده، ولكن هيبقى واخدين بالنا ان في ميعاد معين هنبدا نعمل فيه الترانزيشن. هتبدا الاضاءات تقل، هتبدا السوشيال ميديا تقل، هتبدا الشاشات تقل، عشان نعمل الترانزيشن الصحيح لسبب مهم جدا، اللي هو احنا عاوزين نخش ننام، عاوزين نعرف ناخد دورات النوم اللي هي كلها يعني 90 دقيقه في 90 دقيقه في 90 دقيقه، عشان نقدر ان احنا تاني يوم نصحى بصحه وبنشاط، عشان نقدر نكمل ونسعى ورا الاهداف اللي احنا بنروح لها. ما هو الموضوع مفيش حاجه بتخلص في يوم واحد ابدا. حتى لما نيجي نبص على الرياضه، نبص على اي حاجه، الناس المشهوره هي الناس اللي عندها الاستمراريه. الاستمراريه بتيجي من ان انت بتعرف ازاي تحافظ على نفسك، بتعرف ازاي تحافظ على الحاجه اللي عندك عشان تعيش مدى اطول وابعد لو ربنا كتب لها. وده من اكتر الاسباب اللي خلاني افهم قيمه الوعي. يعني ايه الوعي؟ يعني ايه شخص يكون مش واخد باله وفجاه ياخد باله، وبعد كده ياخد خطوات عشان يحسن من نفسه. وبالسبب ده انا عملت شركه والترا، شركه عن طريق تقنيه بنطلع العلامات الحيويه بتاع الجسم عن طريق كاميرا من غير ما حد يلمسك. بناخدك من لا وعي لوعي، من لما تبقاش عارف يعني ايه ضربات القلب وضغط دمك عامل ازاي، لان انت تعرف ايه الطبيعي بتاعك وايه اللي غير طبيعي، عشان تبدا تاخد دي كاشارات من داخل الجسم نبدا نشتغل عليها. ودايما ان احنا يبقى عندنا الوعي ده بيسمح لنا ان احنا نسمع لجسمنا، ويبقى عندنا الاشارات، نقدر نقرا ونفهم الاشارات بتاع الجسم اللي احنا مش واخدين بالنا منها، لان احنا مدعوكين في الدوامه دي. فلو في حاجه تقدر تديني الاشارات سواء والترا او اي حاجه، دي حاجه بتضيف قيمه كبيره جدا، ان احنا في حاجه بتقيمنا وتساعدنا ان احنا نرجع لايقاعنا، الايقاع اللي احنا فعلا بتبتدي الحياه فيه من جديد، الايقاع اللي فيه الطاقه، الايقاع اللي فيه النجاح.